يا ترى ايه اغرب كائن ممكن تتخيله؟ كائن بيعيش 17 سنة كاملة تحت الارض. ايوه 17 سنة مستخبي وساكت، لا صوت ولا حركة، وبعدين فجأة بيطلع بملايين باجسام سوداء واجنحة شفافة وصوت مرعب، صوت اقرب لصافرة انذار، كأنه جيش قديم وصحي مرة واحدة. اسمه السيكادا او زي ما بنقول عليه الزيز. بس الغريب مش كده، السيكادا لما بيطلع من الارض ما بياكلش ولا بيشرب، كل اللي بيعمله انه بيتجوز وبعد كام يوم بيموت فجأة والارض بتتغطى بجثته في مشهد سريالي خض. طيب هنا السؤال بقى، ازاي الكائن ده بيعرف يطلع كل 13 او 17 سنة بالظبط؟ يعني لا عنده ساعة ولا شاف الشمس اصلا. العلماء بيقولوا ممكن حرارة التربة هي اللي بتقول له امتى يطلع، وفي ناس تانية شايفة ان في اشارات كيميائية معقدة جوه جسمه، والاشارات دي هي اللي بتحسب الزمن. بس الاغرب انه بيطلع باعداد فلكية بالملايين. ليه؟ علشان الحيوانات المفترسة ما تقدرش تخلص عليه كله. الاستراتيجية دي اسمها الاغراق العددي، يطلع كتير قوي مرة واحدة علشان يفضل منه اللي يكمل السلالة. وبيخلص دوره العجيب لما البيض يقع من فوق الشجر وبيندفن تحت الارض تاني، وبيقعد 17 سنة في صمت لحد ما يعيد الدورة من اول وجديد. في الصين القديمة كانوا شايفينه رمز للخلود، لكن لحد النهاردة السيكادا بيفضل واحد من اغرب واعقد الغاز الطبيعة اللي لسه ما اتحلتش.